هذا شاب قبل حوالي 20-25 سنة يعيش في مدينة ينبع في المنطقة الغربية في المملكة العربية السعودية. حالته المادية ضعيفة، مع سيارة نقل ومتخصص بنقل المواشي. حط إعلان على تويتر، طبعا الآن عاد اسمه إكس. الإعلان هذا أنه أنا يعني عندي سيارة نقل وأنقل الماشية والأغنام من مدينة الأخرى ومن منطقة الأخرى. اتصل فيه رجال في يوم من الأيام: أنا عندي غنم موجودة عندك في ينبع، شاريها من رجال، أبيك تنقلها لي للرياض. فقال له صاحبنا: سمعا وطاعة، أبشر تامر أمر. بكم تنقلها لي؟ قال: والله أنت تدري المسافة ما بين ينبع وما بين الرياض فوق 1000 كيلو، فآخذ فيها أقل شيء 1000 ريال. فقال له الرجال: ما عندي مشكلة، 1000 ريال 1000 ريال وبزيدك عليها بعد. يقول: قلت له: بيض الله وجهك وشكر الله سعيك، تم خلاص. أعطاه رقم جوال الرجال صاحب الغنم، وفعلا صاحبنا هذا الشاب هذا حمل الغنم في سيارته، سيارة النقليات أو حنا نسميها الدينة، وصلى الفجر ثم انطلق للرياض. وصل للرياض تقريبا يعني نقدر نقول على المغرب، يعني اتجه للرجال على وصفه لبيته في الرياض. وصل، ويوم وصل على الوصف وإذا بيت قصر وبيبانه مفتوحة والعالم داخلين طالعين ضيوف، وجنب القصر هذا استراحة، يعني مثل الحوش كذا استراحة. يقول صاحبنا: لما وصلت قلت: يا جماعة الخير، هذا بيت فلان الفلاني؟ قالوا: نعم، هذا قصره. ففرح. يقول: فرحت ليش؟ لأن واضح أن فيه عزيمة وأن فيه ضيوف داخلين وطالعين، وأني أنا ضمنت العشاء هالحين، ويبي يكرمني الرجال ويعطيني أجرة التوصيل، وأبريح لي أبنام، ثم من أصبح أفلح أروح وأرجع لي ينبع. المهم، يقول طلع لي الرجال: سلام عليكم السلام، الله يحييك، فلان الفلاني؟ يقول: قال لي: نعم. قلت: هذه الغنم اللي يطلبك من ينبع؟ قال: نعم. نزلها مع العمال في الحوش هذا أو في الاستراحة هذه، وإذا نزلتها انتظرني. يقول: نزلناها ورحت انتظرت في السيارة. قلت: يبي يدعيني هالحين، الوقت وقت برد، قلت يبي يدعيني هالحين أجيهم أتعشى معهم ويبي يكرمني. يقول: ما جاني أحد. يقول: يوم جت الساعة 12 بالليل قلت ما بدهاش، خلاص ما عاد في أحد والناس راحوا والضيوف راحوا وصكت البيبان. يقول: رحت طقيت على الباب ويفتح لي الرجال نفسه: السلام عليكم. وعليكم السلام. قال: أنت للحين موجود؟ قال: إيه نعم أنا موجود، ما أعطيتني حقي الله يحفظك، ليه عندك 1000 ريال قيمة التوصيل. قال: 1000 ريال؟ 1000 من قال 1000 ريال؟ مالك عندي إلا 100. يقول: قلت له: 100 صادق أنت؟ قال: إيه صادق، 100 ريال وتخب عليك. قال: يا ابن الحلال من ينبع اتق الله في نفسك، من ينبع إلى هنا ب100 ريال. قال: هذا اللي عندي. يقول: أنا رجال ضعيف، ما في جيبي شيء، أصلا حق البنزين اللي أنا جاي فيه ولا حق الديزل اللي أنا جاي فيه من ينبع متسلفة، ما عندي شيء، ما في جيبي شيء، ولا أكلت، والرجال ما هم معطيني فلوسي. يقول صك الباب في وجهي، ما أعطاني 100 ولا أعطاني شيء. يقول: رحت قعدت في السيارة جوعان وحالتي حالة. يقول: وارجع أطق عليه الباب، يقول: افتح لي. قال: نعم. قلت: يا أخي الله يخليك، عطني 100 عطني 100، بيذبحني الجوع، عطني 100. قال: ما عندي لك 100، تبي 50 أعطيتك 50. قال: يا أخي ما تتقي الله أنت. قال: ولا نبي معطيك 50. صك الباب في وجهه. يقول: وارجع للسيارة وأنا مقهور، شو أسوي ولا معي شيء وجوعان. يقول: واخذ السيارة واروح المحطة بنزين
تعرفون المحطة فيها ناس داخلة وطالعة فيها عمال. يقول ووقف السيارة، يقول وافكر في حل، أنا جوعان وش أسوي؟ يقول واجي عند العمال واتظاهر اني مريض واطيح. الجماعة ارتبشوا واتصلوا على الإسعاف. جاء الإسعاف وشالني وودوني للمستشفى ودخلوني وفحوصات وما فحوصات. يقول جاني شاب سعودي ممرض. يقول يوم قرب جنبي يقول كلمته سلمت عليه، قلت يا أخي أنا ترى والله ما بي مرض ولا بي تعب يا أخوي، أنا رجالا جوعان ما أكلت شيء، لي فترة ما أكلت شيء ومنهك جاي من ينبع. قال يا أخي إيش قصتك أنت؟ يقول له هذا الشاب، طبعا عنزي هذا الشاب الممرض، يقول قلت له أنا هذا وضعي كذا كذا كذا، نقلت للرجال حمولة من ينبع واتفقت معه على مبلغ والرجال ما أعطاني حقي، وأنا رجال مقطوع وعابر سبيل ولا عندي شيء. يقول قال أبشر يقول له الشاب هذا العنزي، قال له أبشر مالك اللي يسرك. يقول أخذني طلعني من المستشفى وراح أكلني، ويوم أكلني عطاني 1200 ريال وقال لي اسمع ترى هذه مني لك لا تردها لي. يقول قلت لا أردها لك وحق علي. قال لا ما تردها لي مني لك. يقول شكرته ودعيت له يوم انه انقذ حياتي ويوم انه ستر وجهي. يقول اخذت السيارة ورجعت لينبع وانا طول الطريق وانا اصيح من القهر، ابكي من القهر، ابكي من الظلم، مسافر ومظلوم وجالس ادعي على هذا اللي ظلمني واخذ حقي بغير وجه حق. وعلى الوجه الاخر ادعو لهذا الشاب اللي سترني واللي اكلني واللي عطاني 1200 ريال. يا جماعة الخير شوفوا، هذا ياخذ 1000 وهو موصل له بضاعة، وهذا يعطيه 1200 وهو ما له عنده شيء. شوفوا فرق الناس. يقول رجعت الينبع ومرت السنين، عدت 6 سنين بعد الحادثة، تزوجت وتوظفت ورزقني الله من واسع رزقه. وفي يوم من الأيام بعد 6 سنين رحت للرياض عندي شغل. المهم يوم وصلت للرياض وخلصت اشغالي جاء وقت صلاة المغرب وراني واقف عند مسجد، قلت يلا من فضلك هذا مسجد خل اصلي. وقفت سيارتي ونزلت اصلي في المسجد. ويوم خلصنا صلاة المغرب واذا برجل يقوم بعد الصلاة يطلب من الناس الصدقة، يشرح لهم وضعه، يا جماعة الخير استروني، يا جماعة الخير أنا صاحب أسرة ومديون وفقدت أموالي وفقدت حلالي، ساعدوني الله يخليكم، استروا علي وعطوني، خلوني أكل عيالي وسدد ديوني. يقول أطالع هذا صاحبي اللي أكل حقي هو، يقول أنا متأكد عيني مليانة منه. يقول راح الرجال وجلس عند باب المسجد الداخلي الآن ينتظر الناس وهم طالعين حتى يعطونا صدقة. يقول أنا أقرب وناظر، قلت هذا هو، هذه فرصتي أتشفى منه. يقول ثم قلت في نفسي لا ما أتشفى يوم الله سبحانه وتعالى رزقني وعطاني ومن علي، لا ما أتشفى أعوذ بالله. يقول قلت كيف أتأكد أنا الحين هو ولا مو هو؟ يقول وأتذكر أن رقم جواله معي. يقول وجي أطلع جوالي واتصل عليه، يقول يرن الجوال في مخباه. يقول واقطع الاتصال عرفت انه هو. يقول وجيه السلام عليكم يا عم. قالوا عليكم السلام ورحمة الله. قلت شلونك عساك طيب؟ قال الحمد لله. قلت وش وضعك يا عم؟ قال يا ولدي أنا رجالا كنت غني، كان الله منعم علي، كنت ألعب بالفلوس لعب، والله كان رازقني وكانت عندي بيوت وقصور وشيء كثير، لكني ابتليت بخسارة، الله سبحانه وتعالى ابتلاني بالخسارة، وأنا هالحين والله العظيم من ظروفي صعبة، عيالي والله ما يلقون يأكلون. يقول قلت له أبشر يا عم، أنا بروح وأجيب لك حق الغداء والعشاء بإذن الله، بس انتظرني. يقول قال لي بإذن الله انتظرك يا ولدي. يقول طلعت وركبت سيارتي ورحت أدور صرافة عشان أصرف الفلوس. يقول أنا ماني من أهل الرياض. يقول رحت أدور صرافة، أدور لين لقيت لي صرافة. كم صرفت من الصرافة؟ صرفت 1200 حقة العنزي، لأن العنزي
ما عاد أعرف المستشفى أنا اللي لقيته فيه، ولا له رقم عندي، ولا أعرف شلون أوصل له، وأنا حاطم في ذمتي إني أرد له الفلوس، بس ما أقدر أرد له الفلوس. فقلت أتصدق عنه بهالفلوس. يقول صرفت 1200 ورجعت أدور المسجد، ضيعته ما لقيته، والف ألف أنا مصر إني ألقى المسجد. يقول والقاه بعد صلاة العشاء بساعة. يقول يوم جيت عند المسجد ورا المسجد مسكر، وإذا صاحبي الشايب، صاحبي اللي أخذ فلوسي، جالس عند باب المسجد والوقت شتاء. تذكرون لما وقفت أنا ذاك الوقت وقت شتاء وتركني عند الباب؟ الآن الله سبحانه وتعالى يرد له نفس الشيء، جالس برا في عز البرد ينتظرني. جيته وسلمت عليه واعتذرت له وقلت له يا عم المعذرة، أنا رحت أصرف من صرافة بعيدة وضيعت مكان المسجد. قال يا ولدي معذور، والله لو ما جيتني إلا الفجر لانتظرك لأني بحاجة. هو كان يظن أني بعطيه مبلغ بسيط، طلعت له 1200 وعطيته إياه، فما تمالك نفسه من البكاء، قام وحضني وسلم علي وقال يا ولدي والله العظيم لفترة طويلة ما شفت هالمبلغ بيدي، والله انك اسعدتنا هاليوم انا وعيالي. يقول تركته ومشيت من عنده وانا قلبي مليان بالايمان بالله سبحانه وتعالى اللي ما يضيع حق احد، مليان بالايمان لله سبحانه وتعالى اللي يستجيب دعوة المظلوم، واللي قال وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أنا أبيكم يا جماعة الخير تشوفون لي العبر اللي في القصة دي، تشوفون لي أخلاق هذا الشاب، تشوفون لي أخلاق هذا التاجر، وتشوفون العبرة والنواحي الإيجابية والسلبية في القصة حتى نستفيد منها كلنا.